السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس عليكم؟ كيف بقيتم؟ مزيان؟ كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم نهار جديد وفيديو جديد، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وغنشارك معكم داكشي اللي غادي ندير في الدار. ايوا يلاه معايا نمشي بعدا. اول حاجه نمشي نشوف التصبين. شفتي نحيد هادشي، نشوف هاد الحويجات هنايا. اش جيتي دير عندي ماما؟ واخ. كيف ما كتشوفوا دابا هاد الصبين انا غادي نحيد هنا الزويفات غير المناديل ديال الكوزينه، غادي نحيدهم. الشمس تبارك الله عرفتي ما كنقدش نحل عيني فيها صافي، ونحيد داك الفريش وداك البنوار، المهم داك الحوايج اللي تما وصافي. هادشي اللي كاين. يا ربي ترحمنا، هذا ما كان والله العظيم. الشميشه قاصحه بزاف ووقيته ديال الشتا، ولكن ما نقدروش نعرفوا بحال الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على كل حال. هنا كنوريكم الزيتونه هنا تبارك الله. كانت عندنا واحد الزيتونه كبيره وكتعطي تبارك الله الخير، فيها الخير، ما نكرش خيرها وكليت منها، ولكن بكثرة ما انها كبرت بزاف وطلقت جذور ديالها من تحت الارض ولات هلكت يعني الدار من الداخل. اضطرينا نحيدوها، مازال ما حيدنا لاش داك الجدر باش زعما نتركوها في خضره. هنايا كما كتشوفوا الدجيجه عندي مشرمله. انا الدجاج كنشرملو، دايره له قزبور والثومه والزعفران والخرقوم، زعفران الشعره والخرقوم والسكينجبير والبزار. هنا بغاو الدجيجه معمره بما انهم مجموعين. عندي هنايا كميه ديال المعدنوس والثومه، غادي نديرهم في المقيله، غنشحرهم شويه. يعني الدجاجه تبارك الله راه خاصها معدنوس كتير. انا كان عندي غير ديك القبيطه هكاك صافي، هي اللي كانت عندي. يعني ما بغيتش نخرج ونمشي نشري، قلت صافي انا ووليداتي ماشي مشكل نقضي باش ما كان. وما هي الدجاجه باش تجي عامر خصك ديري كميه كثيره، وانتم كتعرفوا الربيع فاش كيتشحر فوق العافيه كينزل. ايوا هنا الكبيده حتى هي سلقتها نص سلقه، غادي نضيفها ليهم وندير المليحه والعطريه. كيف ما كتعرفوا العطريه سكينجبير والخرقوم والبزار وشويه د الحار الا بغيتوها حاره. هنايا قطعت حامض مصير، الزيتون حتى هو صوبته، الزيتون بلا عدم حتى هو قطعته فيها. ايوا غادي نعمرها. انا قلت لكم شفتوا صافي دغيا جات نازله، ما جاتش كثيره، ولكن ماشي مشكل، ما عندي ما ندير. الا كنتو عارضين الناس وبغيتو ديروا هذه الطريقه، راكم عارفين الدجاج كيبغي التعميره تكون كثيره تبارك الله، حيت ما دايرينش فيها لا شعريه لا والو. صافي غادي نعمرها وغنردها تبخر. و المهم هانتوما غتشوفوا المراحل معايا كاملين. هادشي اللي كاين. ايوا هنايا ها هي كتفناها وكتساين غير نوفتها الطيب. ايوا وهنا الجنيوحات خليت غير هادو. غادي ندير للدراري بغاو الدغميره، غندير لهم واحد شويه غير شي حاجه قليله، ما غنديرش كتير. صافي ها هي انا رديتها، غادي نغطيها بالبابي كويسون وغنخليها طيب. ملي غادي طيب غادي ندوز باش غادي نديرها في الفران تحمر. هنايا دايره غير الزبيده والموطه صافي. هادشي باش غادي ندهنها لتحت. راني دهنت لها ظهرها من التحت صافي، غندهنها كامله وغادي ندخلها للفران تتحمر. ونقلي لهم الفريد ودايره لهم شليده ديال فلفله ومطيشه، المهم فلفله مشويه ومطيشه. ايوا زويتنات وتبارك الله، والخبيز راه طاب وهادشي اللي كاين. هذه هي الغديوه ديالي، هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ايوا كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، بما انهم جالسين مجموعين وطلبوا هما الدجاجه، قلت لهم سهلتوا عليا المأموريه بلا ما نبقى نتعذب ونفكر شنو غادي ندير لكم، لان انا عندي ولادي معجبين في الماكله. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وهنايا غندخل معكم نيشان كنصوب كيكه. قلت علاش اللي ما نصوب لهمش كيكه العشيه ونهني راسي. هنا خديت 3 ديال البيضات وكاس ديال سنيده، وغادي ندير قبيصه ديال الملحه، وغادي نحرك غير بيديا. يعني ما غادي ندير لا باتور لا حتى حاجه، لا ميكسور لا والو، غير بالفوي ديال اليد وحده فاني كيف ما كتشوفوا وصافي. وغناخد وعندي الزيت. يعني نعطيكم انا المقادير، لان الا جيت نبقى نساين شويه بشويه غادي هنا نبقاو نخلطهم مزيان وغنضيف لهم الزيت
وعندي جوج ديال دانيت الشكلاط، بحيث بغاو كيكه ديال الشكلاط. وغادي ملي غندير دانيت غادي نضيف ليهم الكاكاو، غنضيف حتى الكاكاو معاهم في خطره وحده. معلقه ديال الكاكاو غادي نغربلها كيف ما كتشوفوا، هي اللي غادي نضيف مع السائل الخليط، يعني اللي سائل. ومن بعد عاد غادي نضيف الدقيق هو والخميره غنخليهم هما التاليين من بعد ما غنخلطهم. وما انا كنتعاود معكم شويه هكا وشويه هكا، انا كنشارك معكم كيف ما قلت لكم الحوايج اللي كندير في داري وصافي فقط لا غير. يعني ما انا مختصه لا في حلويات ولا في مخبوزات ولا حتى شي حاجه، فقط كنشارك معكم داكشي اللي كيبغيو ولادي. وإلا لاحظتوا انني بعض المرات راكم الا لقيتو غتلقاو عندي نفس الاشكال ديال الكيك ولا نفس. علاش؟ حيت ولادي كيبغيو حاجه معينه. انا ولادي من النوع اللي ما يبغيوش، يعني غنصاوب شي حاجه اللي ما غياكلوهاش ما غاديش نديرها، الضياع ما كيبغيهش الله. حتى يجي يكون عندك شي حد عاد ديري. انا ولادي ما ياكلوش الكيكه مثلا فيها المكسرات هكا، ما ياكلوش الكيك فيه راه من غير الشكلاط، حتى كيكه عاديه سامبل ما كيبغيوهاش. الكيك ديال الشكلاط راه كياكلوه كيدخلوا فيه طول وعرض، اما شي حاجه اخرى ما كياكلوهاش. صافي هنايا درت كاس جوج كيسان ديال الفورس، راكم شفتوا كاس ونص وزدت عليه. وهنا غادي نخوي الخليط وغادي نضيف ليه حبيبات ديال الشكلاط، والكميه اللي بقات لي عاود ملي غنخويها من الفوق وغادي نضيف ليها وغندخلها عفوا للفران. صافي هادشي اللي كاين. حتى هي غنضيف ليها الحبيبات الشكلاط من الفوق وندخلها للفران طياب. شوكولا واحد وفران، وانا عندي الفران ديال الضو ما كنسخنوش، كندخلها نيشان تنشعل عليها غير من التحت، كندير لها 180 درجه الحراره، يعني كان 180 درجه عفوا. والوقت كندير 30، دائما كندير 30. كانت بعض المرات كتوجد قبل 30، بعض المرات كتفوت ديك 30 دقيقه وصافي. وهذه هي الكيكه اللي كنستعمل وصافي. الكيكه من بعد ما وجدات درت ليها لاصوص ديال الشكلاط، زوقتها بهذه الطريقه، شي حاجه اللي بسيطه وسهله. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش بالتعاليق ديالكم والاشتراك في القناه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.